السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد. مكملين في سلسلة الشرح المجاني على القناة لكونكت بلس جميع الصفوف، وده الدرس رقم 2 listen 2 KG2. أخدنا الدرس الأول وعرفنا اللي فيه ومطلوب من ابني إيه. الدرس ده متكلم عن فوكاب في مفردات، يوزيج في استخدامات، how old is she، بسأل عن عمر حد. ده كله هناخده فين في الدرس. طبعا زي ما انتم عارفين الشرح من كتاب المعاصر. ليه كتاب المعاصر يا مستر؟ انا معايا كتاب فلان علان، انا ماليش علاقه يا جماعه، انا بختار الكتاب اللي اشتغل منه مع طلابي. كتاب سلس جدا، مريح للعين، المسافات بين الكلمات، الصور، الترتيب، منهج جديد طبقا لتعليمات الوزاره. انا برتاح جدا جدا لكتاب المعاصر. تمام. طيب الدرس بيقول لي نمبرز يعني الارقام، طبعا كلنا عارفينها. تمام، بس هننطقها بطريقه صح. 1 بلاش 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10. تمام. تاني 1 2 3 4 5 نفرق بين الفا والفا. ده فويسلس وده فويست. يعني ايه؟ الاف حرف مش هزاز، لكن الفي هزاز. 5 برضو. الاي هنا اكسرها شويه. 6 ما اقولش 6. 7 برضو الفي 7. اهتم يا جماعه من الطفل من صغره بالحاجات دي. لو قال لي 7 اقول له لا غلط، الفي صوتها 7. ها 8. لو سالني هقول لماما الاربع حروف دول الاي اي جي اتش بنطقهم حرف واحد. A 8 9 10. طيب 11 يعني 11. خد بالك اللي بعلق لساني فيها ازاي. 11 مش 11. ليه بقى؟ لان حرف ال ده لما يجي قبله حرف فاول من الخمسه اللي احنا عارفين الفاول طبعا A I O U N E. اي حرف يجي من دول قبل حرف ال بنطق ال كده 11 مش 11. نفس الحكايه. 12 يعني 12. خد بالك صوت حرف الفي 12. طيب 13 يعني ناخد بالنا يا جماعه ما اسمهاش 13. بص كده انت بتقول ايه في حرف ايه هنا؟ لا، خد بالك الاي ار بنطقها كده اير، يبقى ثير، والتي اتش بنطقها ث. لازم تخرج فيها لسانك. 13 والاي اي بنطقها لونج اي. 13 ما تقولش 13. مفيش حرف ايه هنا. ها 14 يعني 14. 15 ناس كده بتنطقها غلط، بيقول عليها 15. لا، هي اسمها 15. طيب 16 يعني 16. 17 يعني 17. 18 يعني 18. 19 يعني 19. و20 بالامريكان اكسنت اسمها 20. طب لو قلت 20 صح، لكن احنا بندور على الدنيا كلها شغاله بيه دلوقتي امريكان اكسنت 20. طيب انت لعند 13 الجهد كله. انت عارف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اول ابدا 14 هقول له حط يا ماما رقم نمبر 4 ده، هو حط 18 وراها يبقى 14. ها 15 15. ها 6 يعني ايه 6 16 17. يبقى انت كده ما تجيبش حاجه جديده عشان ما تقولش بقى ارقام كتير. ها 18 19 و20 هي الجديده 20. دي الايه؟ دي الارقام اللي عندي. طيب تعال نشوف بقى اللانجوج اللي هو الايه القواعد اللي عندي هنا. asking about someone's age. انا عايز اسال عن عمر حد. اخدنا في الفيديو اللي فات ان اسال حد قدامي على طول how are you عفوا how old are you، كم عمرك. ده انا بكلم حد زميلي. انت سنك كام؟ طب انا مش عايز اسال على حد زميلي، في حد بساله على حد. يعني انت معاك صديقك وبتقول له هو عمر احمد كام، عمر مصطفى كام. مش معانا، هنقول له ايه بقى؟ how old is. ليه حطينا is؟ ها لان احنا عارفين الاز بتيجي مع مين؟ برافو عليك، مع الهي والشي والات. تمام. فلما اجي اسال بحط الاز قبل الايه؟ قبل الفاعل. how old is he. طب لو هسال عن بنت how old is she، كم عمرها او كم عمره. تمام. طب لما اجي اجاوب هو قال لي ايه؟ بص كده معايا، هو قال لي how
old is he. تمام؟ انا بجاوب منين يا مستر؟ من السؤال. هقول له والله he is هو يكون، وحط اسم سنه بقى 6. he is 6 years old. تمام؟ ما تكلكعش الجرامر اللي ابنك غير هو كده. how old is he؟ he is. طب لو قلت لك how old is she هتقول she is. تمام؟ how old is she؟ she is 15 years old. تمام؟ سهلة جدا اهي. طيب نكمل. to introduce people we use this is for near singular noun. يعني الكلام ده لما اجي اشاور على حد قريب مني او اقدم حد لحد قريب مني، تمام، هستخدم ايه؟ this is، ويجي وراها اسم ايه؟ مفرد. لازم يجي وراها اسم مفرد، لازم يجي وراها اسم مفرد. ليه 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 ليه؟ زي العربي بالظبط. هذا بيجي وراها اسم مفرد، هذا ولد، هذه بنت، هذا طفل، هذا اسد، لازم يجي وراها اسم مفرد. this is my cousin حمزه، ده ابن عمي ايه؟ حمزه. تمام؟ this is my pen، this is my father، this is my mother، this is my friend، this is my sister، this is my book، this is my room، this is my car. ولازم ابني اقول له اعمل كده. احنا فهم this is. تمام؟ احط له قلم قدامه، برايه، كتاب، شنطه، يشاور على اخته، على اخوه، على مامته، على باباه. هي دي اللغه يا جماعه، وهي دي الممارسه. مش احفظ يا بابا this is بيجي وراها اسم مفرد. طب سلام عليكم، طب تعرف تحطها لي في جمله كده؟ خد يا حمزه شاور لي كده. يعني اعمل ايه؟ يعني انا مش عارف اعمل ايه. يبقى لازم امارس اللغه. عرف this is اجيب له 5 6 حاجات قدامه ويقول this is my pen، this is my book، this is my father. خلاص هو طبق عملي ومارس اللغه، عمره ما هينساها. لكن احفظ this was لما اروح ادي ابني حد واجي اسال ابني اقول له this is بيجي وراها يا ماما؟ بيجي وراها اسم مفرد. برافو عليك. وده اللي احنا بنعمله مع الطلاب كلها. طب تعرف تحطها لي في جمله يا ماما؟ لا والله انا بحفظ بس. ها تعرف؟ لا ما اعرفش. يبقى لازم نخليه يمارس يا جماعه اللغه. تمام؟ ده الدرس الايه الثاني. تعال نشوف بقى ورا جايب لي ايه. هنا بيقول لي I have 5 cousins. يعني ايه؟ احنا قلنا الدرس اللي فات كلمه have يا جماعه يعني يمتلك او لديه. انا عندي يعني بتيجي مع مين؟ مع الاي. I have انا عندي. وبتيجي مع الوي. we have احنا عندنا. they have هم عندهم. you have انت وانتم عندكم. تمام؟ انا عندي ايه؟ عنده 5 ولاد عم. تمام؟ this is my cousin مليكة. she is 15 years old. دي بنت عمي مليكة عندها 15 سنة. this is my cousin ياسين. he is 13 years old. ده ابن عمي ياسين عنده 13 سنة. this is my cousin باسم. ده ابن عمي باسم. he is 9 years old. طيب ايه اللي مطلوب مني في الدرس ده بقى؟ ابني لازم يعمل ده. يعني ايه؟ يعني ما شاء الله عنده مثلا اولاد عم 2 وولاد خال 2. اقول له حطهم لي كلهم في جمل. فهمت الدرس؟ تعال بقى نجيب ايه؟ عندنا خال، عندنا كام بنت ليه، كام ولد، نعمل على الاقل 5 جمل ويكتبهم بايده يا جماعه. احنا قلنا هذا يكون يعني ايه يا ماما؟ هيقول لي this is. طيب انا عايز اقول بتاعي انا يبقى ماي. طب انت احنا قلنا كلمه كازن يعني ايه؟ ابن عمي كازن. طب وبنت عمي كازن، وابن خالي كازن. تمام؟ كلهم كلمه كازن. تمام؟ طب حمزه ابن عمك عنده كام سنه؟ عنده في اولى يا ماما يبقى عنده في جريد 1 يبقى 6. يبقى 6. يبقى خليك تكتب الجمل بايده. هي دي اللغه يا جماعه. من يا مستر هو كي جي 2 هو اللغه في اي مكان. لو طبقت القاعده دي مع ابنك من صغره، تمام، صدقني هيوصل 4 و5. والله ما هتفتح الكتاب معاه ولا هتقول له ذاكر معاه. هيشترك مع حد، هيشتغل مع حد مدرس، هتلاقيه جايب الكتاب وبيذاكر لوحده عارف مطلوب منه ايه. فيا ريت نطبق ده يا جماعه مع اولادنا. ده كده الدرس الثاني. ويا ريت دعم عشان نكمل الشرح ده بالطريقه دي. مش هتلاقيه لاي حد تاني. اي حد بيطلع يشرح بيقول جزء من اللي بيقول. انا بقايل كل حاجه بما يرضي ربنا عشان ربنا ينفع بينا ان شاء الله. شير في جروبز، حد بيسال عن قناه تشرح المنهج مجاني، جروب مدارس، جروب مدرسه، جروب واتس، زمايلك، منشن، عشان انت الثواب اللي انا باخده انت لو عملت لحد منشن وشاف الفيديو ده واستفاد منه انت كمان بتاخد نفس الثواب. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.